لا يستطيع حتى الآن وضع كاحله على الأرض، وما زال يتنقل باستخدام سكوتر، ولكن بعد أسبوعين من إصابته أصبحت الأخبار مطمئنة. انظر، لقد خف التورم ونزل الالتهاب وكل شيء. الوضع أصبح أفضل بكثير الآن، لم يعد يؤلم. في خضم مرحلة إعادة التأهيل داخل صالة معالجه الطبيعي الخاص في إسبانيا، يتدرب أشرف حكيمي ما بين 5 إلى 6 ساعات يومياً. أنا أتحلى بالإيجابية، وتركيزي منصب بالكامل على العمل الجاد لتحقيق أهدافنا البعيدة، وأهمها الوصول بجاهزية تامة لكأس أفريقيا. إنه سباق ضد الزمن قبل شهر واحد فقط من انطلاق كأس الأفريقية. لكن في هذا الأسبوع طرأ حدث أوقف برنامج حكيمي التدريبي، وهو حفل الكرة الذهبية الأفريقية المقام في وطنه المغرب. إنه لمن دواعي سروري دائما الذهاب إلى بلدي ورؤية الحب لدى كل الشعب المغربي. إنها سعادة غامرة حقا، خاصة من أجل حدث مهم للغاية، وهو حفل الكرة الذهبية الأفريقية. إذا حدث ذلك هو تحدث عن والدته، وهذا أمر خاص ومؤثر. إذا خرجت المشاعر فلما لا؟ بعد موسم استثنائي، يعتبر قائد المنتخب المغربي بطبيعة الحال المرشح الأوفر حظاً للفوز. قبل ساعات قليلة من السهرة، شقيقه ووالدته بجانبه. هل ستساعدني في ملابسي أنا أيضا؟ إنها تسأل إن كنت سأهتم بها أيضا. نعم. أكثر ما يعجبني هو هذا أكثر شيء يعجبني، إنه الاستثنائي. كيف تشعر؟ هادئ، مع قليل من التوتر. الأفضل في إفريقيا، الأفضل في العالم، أشرف حكيمي. هذا الفوز ليس لي وحدي، بل هو للجميع، لكل الشعب المغربي، وكذلك رؤية عائلتي سعيدة ومبتهجة بهذه اللحظة. إنها لحظة خاصة وفريدة. في صباح اليوم التالي توجه حكيمي إلى مركب محمد السادس، حيث يتدرب المنتخب الوطني المغربي، وهي فرصة للقاء مدربه وليد الركراكي. كرة ذهبية تبدو أطول قامة الآن. لا، إنه بالتأكيد تأثير الكرة الذهبية. بالنسبة لي في البداية لم أعتقد أنها إصابة خطيرة. سألته: ما رأيك؟ لكن عندما رأيته يبكي بحرقة قلت: تبا، اللعنة. هنا شعرت بالقلق، لأنه بالتأكيد شعر بشيء ما في تلك اللحظة. ثم سألت نفسي: ما هو أفضل سيناريو ممكن؟ بصراحة قلت: لعل الإصابة جاءت لكي يعود جاهزا تماما لكأس أفريقيا، وبهذا الشكل هو لا يلعب الآن. لقد نال قسطا من الراحة، والأهم من ذلك أنه ارتاح ذهنيا. أنا أعرفه جيدا، عندما سيعود للملعب سيكون مثل الوحش. الكرة، لا، إنه بالتأكيد تأثير الكرة الذهبية، ولكن حسب ما أتطلع إليه أعتقد أننا قد نختلف قليلا عندما يعود ويقول: هاي استحواذ، لمسة واحدة، أنا أنتظر. سأقول له: أخرج من الملعب، إنه آلة.